أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي. الحد الأدنى للأجور سيصل في فاتح يوليوز إلى 4500 درهم. وقبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد. أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتس أن الحد الأدنى للأجور سيعرف زيادة خلال الأشهر المقبلة ليصل في فاتح يوليوز المقبل إلى 4500 درهم، تزامنا مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور 500 درهم. وأوضح خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة ليومه الخميس 24 أبريل أن الحد الأدنى للأجور كان يقارب 3000 درهم خلال ال5 سنوات الماضية، وفي سنة 2023 وصل إلى حوالي 3500 درهم، وسيصل في فاتح يوليوز المقبل إلى 4500 درهم بزيادة تقدر بحوالي 50%. وبخصوص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أضاف خلال تفاعله مع أسئلة الصحفيين أنه كان في سنة 2021 يصل إلى 8237 درهم، وسوف ينتقل سنة 2026 إلى 10100 درهم، وهو ما يشكل تطورا بنسبة 22% من متوسط الأجور. وقال الوزير أن الحكومة عملت منذ أن تم تنصيبها وتعيينها من طرف جلالة الملك على أن تجعل من الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية للنقاش في مختلف القضايا التي تهم الإصلاحات الكبرى والتي تعتزم الحكومة مباشرتها، خاصة في مجالات اجتماعية. أخص بالذكر الإصلاحات المتعلقة بقطاع الصحة وقطاع التعليم والقطاعات الأخرى المرتبطة بقضايا اجتماعية انكبت عليها الحكومة، لكن كان طبيعيا أن يكون هذا النقاش مطروحا على طاولة الحوار الاجتماعي. وتابع المسؤول الحكومي: الحكومة التزمت بمؤسسة الحوار الاجتماعي، وسوف تنتبهون بأن الحكومة حافظت على مواعيدها في لقاء النقابات والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين عموما في مرتين في السنة، مبرزا أنه تم وضع مجموعة من الآليات التي تهتم بمناقشة مختلف القضايا المطروحة، سواء تلك التي تتعلق بالعمل النقابي عموما أو القضايا الاجتماعية التي ترتبط بالملفات الاجتماعية للشغيرة. واعتبر الناطق الرسمي للحكومة أن منجزات الحكومة في هذا المجال هي كثيرة ومتعددة، مؤكدا أن كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026 سوف تصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم، وفي سنة 2027 سوف تنتقل هذه الكلفة إلى 46 مليار و702 مليون درهم، وهذا الرقم هو رقم استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية. وعلى مستوى تطور النفقات، يضيف الوزير: في سنة 2021 كانت نفقات الموظفين تصل إلى 140 مليار درهم، وفي سنة 2026 سوف تصل نفقات الموظفين إلى 193 مليار درهم، وهناك تطور كبير بزيادة تصل إلى 40%، وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد.